بتتصور بالسلاح وبتنزل الصورة على فيسبوك او تيك توك ومشغل عليها مهرجان حاربوني بحكومة ده ارشادكم ما يشغلنيش، فاكرها لقطة؟ لا دي ممكن تتحول لجناية وتوديك ورا الشمس. ناس كتير بقت ترفع صور او فيديوهات وهي ماسكه سلاح على السوشيال ميديا، سواء في فرح او في خناقه او حتى من باب الهزار، بس في ناس كتير ما تعرفش ان دي جريمه يعاقب عليها القانون، سواء كان سلاح ابيض او سلاح ناري. مجرد انك تنشر صورته وتستعرض بيه قدام الناس بتعرض نفسك للمساءلة القانونية، لأن في نص في المادة 26 مكرر من القانون رقم 163 لسنة 2022 إن اللي ينشر أو يبث صور أو فيديوهات لأسلحة على الإنترنت حتى لو كان لمجرد العرض أو الاستعراض بيعاقب بالسجن لمدة تصل ل 15 سنة في حالة إذا كان السلاح غير مرخص، وحتى لو السلاح مرخص هتتعاقب بالحبس لمدة توصل ل2 سنين. يعني مش لازم تكون بتستخدم السلاح او حتى يكون بتاعك اصلا، مجرد ظهوره معاك في صورة وانت بتستعرض بيه كفيل انه يقلب حياتك. الخلاصة مفيش حاجة اسمها هزار على السوشيال ميديا لما توصل للأسلحة، صورة واحدة ممكن تدخلك في قضية وتضيع مستقبلك، ولو ده حصل معاك كلم المؤسسة العربية للمحاماة وهنقولك تعمل ايه.